ده يوم في حياة بنوتة متجوزة، وده فلوج تاني يوم العيد. بجد ده هيكون من احلى الايام اللي قضيتها في حياتي. بدأت يومي بقى من الساعة 6 الصبح علشان اقوم احضر كل الحاجات اللي هناخدها معايا. حضرت بقى الكيكات اللي هاخدها معايا، وانا عملت كيكة رواني وكيكة برتقال. خدنا بقى شوية حاجات معانا لزوم النقنقة، خدنا شيبسي وعصير وسوداني من البيت. بعدين جهزنا وحضرنا كل حاجة وخدنا حاجتنا ونزلنا. واستاذ خالد بقى كان مستنينا تحت البيت بالعربية. بالمناسبة خالد يبقى اخو سمر اختي وصاحبي. رحنا بقى عدينا على حبيبة قلبي سمورة، ودي يسر ورانسي، ودول يا جماعة حبايب قلبي بجد. هم بقى جزء كبير قوي من عيلتي. بقى دعاء السفر واتحركنا بسرعه على اسكندريه. طبعا كلكم عارفين كوبري ستانلوس. يا جماعه قعدت العب بقى انا ويسر في العربيه، وكل الناس بتقول ان هي شبهي. بقى اسكندريه، وسموره كانت محضره لنا رنجه وسردين وفسيخ، وبجد دي احلى اكله كلتها في حياتي على البحر. عايزه اقول لكم ان اليوم ده كان بجد المطره خطيره فيه، والبحر كان تحفه. بجد اكتر الاوقات اللي بحب اروح فيها اسكندريه وهي في الشتاء. بجد الاجواء كانت خطيره قوي. احنا بقى اكلنا خلاص وشربنا الشاي، وبعدين عملنا اجواء خطيره على البحر وشغلنا اغاني. رحبوا بقى معايا بفقره التنوره. طبعا يسر خلت الاجواء تحفه. هنا بقى الدنيا كانت بتمطر جامد، واخيرا حققت حلم طفولتي ان انا اتمشى في المطر على البحر مع حبيب عمري. وقت الغروب بقى والقعده مع كوبايه شاي ودى اليوم في حته تانية. قعدنا بقى لفينا كتير في اسكندريه، اشتريت حاجات من هناك خطيره. بعدين رحنا بقى عشان نتغدى. رحنا رغيف شاورما موجود على الكورنيش، وبجد يا جماعه الاكل كان طعمه خطير، والصينيه دي تكفي 10 افراد. كان سعرها تحفه. بجد ربنا يديم لمتنا ويجمعنا بناس سويه ملهاش مصلحه معانا ولا لينا مصلحه معاهم، وبنحب بعض على طول. بجد دول من انضف الناس اللي دخلوا حياتنا. خلصنا بقى غدا واحنا مروحين عدينا على عربيه حرنكش، جبنا حرنكش كده لزوم النقنقه في الطريق. بس للاسف فضل زي ما هو علشان احنا خدنا الطريق كله نوم. كده يكون يومنا خلص، واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.